حبايب قلبي وحشتوني قد الكوكب، وعشان كده جايالكوا النهارده بملخص الجزء التاني من مسلسل سبرينج فيفر او حمى الربيع. وانتوا طبعا عارفين اني مقدرش اتاخر عليكم، وعشان كده قبل ما نبدا حطوا لايك للفيديو وصلوا ل10,000 لايك، وما تكسلوش يا حبايبي عشان تدعموني، وكمان اشتركوا في القناه. عايزين نكمل النص مليون، ومستنيه رايكم تحت في التعليقات. ويلا نشوف الملخص. وقفنا الحلقه اللي فاتت مع بوم اللي لما بيمسكها بتفتكره اخيرا، ولكن بتبقى مكسوفه فبتبعد عنه ومش بتقول حاجه، وبتطلب منه يدوروا على جين، وده لانها شافتها ماشيه في الاتجاه ده. وفجاه بتلاحظ الراجل اللي كانت واقفه معاه، فجاي بيروح يجري وراه وبيمسكه، وبيبقى المحامي المشهور تشوي، والرجاله بيتصدموا لما بيشوفوا بعض، وده لانهم معرفه قديمه وكان ما بينهم مشكله كبيره. وتشوي بيعرف بطلنا ان بقاله 10 سنين بيدور عليه ومش هيسيبه. وقبل ما الرجاله يتهوروا بوم بتيجي تمسكهم، واللي هو مش وقت خناقات، البنت فين؟ وبعدها بتمسك في تشوي جامد وبتعرفه انها مدرسه جين، ولو ما جابهاش هتوديه في داهيه. فبيصدمها وبيصدمنا لما بنكتشف ان اخوها الكبير وانها جايه تقعد عنده كام يوم عشان تعبانه، واهلهم عارفين كل حاجه. فالابطال بيمشوا وهم محرجين وبيقرروا يرجعوا الريف، وهام بيعتذر لهم لانه سبب المشاكل دي كلها عشان كان مفكرها بتوعد الشاب ده ما يعرفش ان اخوها. وعلى الجانب الاخر جين بتبقى وصلت بيت اخوها اللي بيدلعها وبيهتم بيها، وكمان بيعدل لها البيجامه. اللهم اخ صالح مثل هذا. وبيستغل الفرصه وبيسالها عن جاي، فبتمسكه من خدوده واللي هو ما تجيبش سيرته، انا مش طايقاه ولا طايقه ابن اخوه الفتان. وبتساله عن علاقته بجاي، وده لان شكلهم يعرفوا بعض كويس، وبيبدا يحكي لها، وبنعرف انهم زمان كانوا مع بعض في نفس الفصل. وبيبقى جاي بيجيب هان معاه في الفصل وعلى طول بيعيط، والطلاب مش بيعرفوا يركزوا، ولما الاستاذ بيزعق له بيعرفه انه مش هينفع يسيبه في البيت لوحده لانه طفل ومحدش هيهتم بيه. وفجاه تشو بيقوم وبيبقى الطالب الاول في الفصل، وقلنا هيبقى متعصب ومصدع بسببهم، ولكنه بيشيل الطفل وبيسكته، فالكل بينبهر. فبيعرفهم ان عنده اخت صغيره قده وهو اللي بيهتم بيها، فالطلبة بيسقفوا له. وبعد كام يوم بنلاقي جاي بياخد صندوق فيه فلوس وبيمشي من المدرسة، ومحدش فيهم بيكمل حكي اللي حصل بعد كده. وبيبقى بطلنا بيقول لبوم اللي بيبقى عندها أمل إنهم يرجعوا أصدقاء تاني، فابننا بيقول لها فكك، وبيقف قدام فندق وبيعرفها إنهم هيباتوا هنا لحد الصبح لأن هان تعبان وبعد كده هيسافروا. وطبعا عاداتنا وتقاليدنا مش بنغيرها، وده لأن الموظفة بتعرفهم إن كل الأوض مشغولة مفيش إلا أوضة واحدة بس. وبنتنا بتبقى هتشد في شعرها، ولكنه بيهديها بحجة ان هم جايين يناموا مش اكتر، وكمان الأوضة فيها سريرين. واول ما بتطلع فوق بتلاقيهم حاطين قلوب على السرير على اساس ان اللي طالعين دول عرسان، فبتتكسف وبتروح تنعكشهم. وجاي بيطلب منها تدخل تستحمى، فبتقول له لا خش انت الاول. وبيبداوا يحسوا ان الوضع ما بينهم في خطر لحد ما هام بيجي وبيقول لهم ما تزعلوش انا اللي هدخل. وفجأة بنلاقي جاي نزل يتدرب، وده لان عضلاته زعلانة، وكمان بيطلب من بوم تيجي تقعد على ظهره. وطبعا بنتنا بترفض، وانا من موقعي هذا بطالب بعنوان الفندق عشان هلم البنات ونيجي كلنا نقعد. فبيغير التمرين وبيطلب منها تيجي تمسك رجله، واخر ما بتزهق بتوافق. ومن اول عدة مخرجنا الهندي الجميل بيظهر، وده لانه بيقرب منها، لا بيقرب اكتر. وبعدها بيتكسفوا فبيبعدوا عن بعض بسرعة، وبوم بتعرفه ان في جيم تحت ينزل يتدرب فيه بدل ما يبهدل الأوضة كده. وفعلا بيسمع كلامها وبينزل، ولكنه فجأة بيلاقي طفل صغير ماشي لوحده، وبيبقى سايب تليفونه فوق، وفي واحدة بترن عليه، وبوم بتشوفها وبتبدأ تخمن يا ترى حبيبته ولا صاحبته. وللأسف بنتنا طلعت محترمة وبتقدر الخصوصية، وده لأنها بتاخد التليفون وبتقرر تنزل تديهوله. وفجأة بتلاقي الطفل الصغير غرق في المسبح، فجاي بيجي في اللحظة دي عشان ينقذه، والطفل بيبقى مرعوب، وده لأنه بيتخيله سمكة قرش شريرة جاية ناحيته بسبب الفيديو اللي شغال على الشاشة. فبيترعب وبيصوت وبيطلع يجري، ولكن جاي بيجري وراه وبيقدر انه يمسكه. وعشان كده أول ما مامته بتيجي بيقول لها ان الراجل ده شرير، فبتضربه بالقلم من غير تفاهم. وبوم بتبقى متعصبة منه لأنه ساب الست دي يمشي من غير ما يدافع عن نفسه، فبيعرفها ان أهم حاجة الطفل يكون بخير. ولكنها بتتقمص شخصية المحقق كونان، وبتاخد الست على أوضة المراقبة عشان تشوفهم وهم بينقذوا ابنها، فبتطلع تعتذر لهم، وبنتنا بتبقى فرحانة انها قدرت تجيب له حقه. وفي وقت النوم هم بيفضل يبعت رسائل لجين، ولكنها مش بترد عليه، فعمه بيطلب منه يقفل التليفون وينام احسن. وفجأة بتتصل بيه، وبما انه عاشق والهام بيمسك التليفون وبيطلع يجري عشان يكلمها بره، بينما بوم بتحاول تمسك فيه واللي هو ما تسيبناش. وبتبقى متوترة من ساعة ما افتكرته ومش عارفة تنام، وكل شوية يتقلبوا هما الاتنين قصاد بعض لحد ما جاي بيقول لها جميلة قوي، هو في حلاوة كده، وبتفكر انه بيعاكسها. وقبل ما تنخ بيعرفها انه قصده على الابراج اللي وراها، فبتحبط وبتقرر تمثل انها لسه ما افتكرتهوش لحد ما الكام يوم دول يعدوا على خير. وتاني يوم
بتشوف تشوي وهو بيرجع أخته لبيت أهلهم، وفي السكة بيكلم ممثلة مشهورة وبيعرفها إنه لقى بنتها، والمفاجأة إن دي بتكون مامة بوم وكانت بتدور عليها من فترة. ولما بتسأله عن مكانها بيرفض يقول لها بحجة إنه مش عايز يتدخل في المشاكل العائلية. وفجأة بيقفل المكالمة لما أخته بتصحى، فبيطلب منها تقول له عنوان جاي لأنه عايزه في حاجة مهمة وبتديهوله. وفي الوقت ده بنتنا بتبقى ماشية لوحدها لحد ما بيطب عليها وبيقول لها نصك التاني ما وحشكيش، فبتقول له مالكش دعوة أنا لسه ما لقيتهوش أصلا، وبيبقى قصده على السماعة وده لأنها وقعت منها. فبيقرب منها واللي هو ما تقلقيش مش هقول لحد إن إحنا كنا مع بعض في سول. فبتنتش السماعة وبتطلع تجري والخصوصية على أعلى مستوى، وده لأن سو سمعت كل حاجة. وأول ما بتوصل المدرسة بتجمع كل المدرسين وبيعملوا جلسة نميمة وبتطلب منها تبعد عنه وده لأنه شخص شرير بجد، وكمان بتاع ستات وشك إن هان ابنه في الحقيقة، واخترع قصة أخوه المتوفي دي عشان يلغوش على الموضوع. وده لأنها شافته في مرة لما كانت في السوق واقف على جنب مع واحدة والست دي عمالة تعيط وبتترجاه يرجع لها ابنها. وبيقطع هذا الحوار الشيق المدير وقلنا بقى هيبقى راجل محترم ويزعق لهم، ولكن بيبقى زعلان واللي هو ما تعملوش الجلسات دي تاني من غيري. وبنتنا بتفتكر الست اللي رنت عليه في الفندق وبتربط الخيوط ببعض وبتحس ان عندهم حق. ونروح بقى للكابل الصغير مع هان اللي بيعتذر لجين عشان فتن عليها وبيعرفها انه هيساعدها عشان تطلع الاولى بدل ما هي زعلانه كده، وبيديها كل الورق اللي محتاجاه وبيطلب منها تذاكره، ولو في حاجه وقفت معاها هو موجود وهيشرحها لها. بنات اي حد عنده مشكله في المنهج يتصل بهان على طول، واضح انه خدوم ومش بيتاخر. انا عن نفسي مكتفيه اني هسرق عمه ويجي يشرح لي بنفسه. وبيبقى في الوقت ده واقف تحت المطر وبيحاول يبعد الحديد بنفسه، وبوم بتبقى شايفاه مستغربه واللي هو الراجل ده بيعمل ايه، فبتروح تغطيه بالشمسيه وبتطلب منه كفايه بقى لان الناس كلها عارفه انه جامد فتاك مش محتاج يثبت اكتر من كده. ولكن في الحقيقه هو بيعمل كده عشان ينقذ الكلبه الصغنونه اللي وقعت جوه، وبيعرفها انه كان تايه قبل كده في الغابه وهو كان بيحفر وانقذه. وبتبقى دي المره اللي سو شافته فيها. مش قلتلكوا ابننا مظلوم؟ وبيلاحظ ان الكلب رجليه متعوره فبيقرر ياخده عند الدكتور، وبنتنا بتروح معاه وبتساله اذا كان عنده حاجه ينشفوا بيها الكلب بدل ما يتعب، فبيقعد يدور في العربيه ولكنه مش بيلاقي. وهذا هو المبرر الدرامي عشان يقلع التيشيرت ويغطي بيه الكلب ويورينا عضلاته الفتاكة. وأول ما بيدخل العيادة كل الحيوانات اللي هناك بتسكت، وكمان الممرضة بتفرح وبتبدأ تتفحص وتتمحص وبتحس إن أخيرا ربنا كرمها وبتحب الشفتات الليلية. وبنتنا بتبقى متعصبة واللي هو ما كانش فيه داعي تقلع التيشيرت وتمشي كده، بينما الممرضة سرحانة واللي هو ما تسيبيه، وبتعرفهم إن الدكتورة خرجت تولد بقرة وهتتأخر فيملى الاستمارة عقبال ما تيجي. وبيبقى عندنا 2 ستات مركزين، الممرضة بتبص من قدام بينما بوم بتبص على ظهره وبتلاحظ ان في ندبة كبيرة وبتبدأ تتعاطف معاه. ولما بيجي يقعد جنبها بيلبس التيشيرت وبتشوف تعويرة تانية على ايده فبيحاول يداريها، فبتعرفه ان العلامات دي بتدل انه شخص شجاع وتعب كتير في حياته. وفجأة الدكتورة بتدخل وبتقوله ايه ده، هو مش انت ابو هان؟ فبنتنا بتقول لها لا انت غلطانة ده عمه. فالدكتورة بتعرفها انها اتأكدت من الورق، وكمان جاي بيأكد على كلامها واللي هو فعلا انا باباه. فبنتنا بتتصدم. وفي الوقت ده تشوي بيبقى بيلعب بالفلوس لعبة حرفيا. طب اديني المسدس عايزه العب انا كمان شويه، نفسي اجرب الاحساس. وبنعرف انه اخد الفلوس دي من جاي لما راح له البيت، لان الفلوس اللي اتسرقت زمان كانت بتاعته وجاي دلوقتي ردها له 3 اضعاف. وبما ان ابننا تشوي غني جدا 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 الفلوس مش بتبقى فارقه معاه وعايز بس جاي يعتذر له، ولكن ابننا مناخيره في السما واللي هو مفيش اعتذار، فبياخد الفلوس وبيرجع يلعب بيها لحد ما اخته بتدخله. لما بتلاقيه كده بتقول له ايه ده، هو مال سايب، وبتبدا تجمعه عشان تاخده ليها، فبيزعق لها واللي هو سيبيها يا حراميه، وبيقرروا يتحدوا سوا عشان ينتقموا من هان وعمه، كل واحد فيهم يرتاح نفسيا. ونرجع بقى لبنتنا اللي بتبقى لسه مصدومه وبتقوله على كده اشاعات ان انت ابو هان طلعت حقيقه. فبيقول لها ايه، هي الاشاعه لحقت تنتشر والدكتوره بتديها الورق اللي بياكد كلامها، وبيبقى قصدها على الكلب، وده لان جاي سجله باسم هان وكتب هو ابوه بينما هي مامته. فبوم بتتخانق معاه واللي هو بذمتك دي اسامي، فبيعرفها انه كان مستعجل وهم دول اللي جم في باله، وبيعرفها انه لو مش عاجبها ممكن يغيروا الاسم عادي، وبيختار اسم ولد تاني. فبتعترض بحجه انه ممكن يطلع بنوته، فبيرفع لها الكلب واللي هو ولد انا متاكد. وبعد كده بيدخلوا عند الدكتوره اللي بتعرفهم انه هيقعد معاهم 10 ايام لحد ما اصحابه الحقيقيين يظهروا، ولو محدش جه هيمشوه. فبوم بتتعلق بيه وبتطلب منها لو محدش ظهر تتصل بيها. وبعدها جاي بياخدها على محل اكل وبيشد لها الكرسي واللي هو اتفضلي يا حبيبتي، احنا نعتبر زي المتجوزين دلوقتي، ده في بينا عيل، انت نسيتي ولا ايه؟ لحد ما بتيجي صاحبه المحل وبتبقى الست اللي كان عندها في الاول وبتقول له مراتك حلوه زيك، فبيقول لها
ابننا الصغير كان تعبان ولسه اخدينه على المستشفى وانه بيتحايل على مراته عشان يخوه ويجيبوا بنت كمان، فبتقول له ما تقلقش وبتشجع بوم عشان تجيب له البنت اللي نفسه فيها. وبنتنا بتبقى مصدومه واللي هو خلاص فضحتونا، بس بتفرح باهتمامه بيها وبتطلب منه يتقابلوا بكره، بس هان مش هيجي معاهم فبيتصدم، وعشان كده تاني يوم بيروح يحكي لواحد صاحبه خبير علاقات، واللي بيقول له لو لقيتها لابسه ومتشيكه وبتهتم بيك يبقى وقعت في حبك وهتعترف لك بمشاعرها. وفعلا تاني يوم بنتنا بتبقى لابسه ومتشيكه وطالعه زي القمر، ولما بيشوفها بيمسك قلبه اللي عمال ينبض بسرعه. ولما بيروحوا المطعم بتبقى عايزة تأكله بنفسها، فبيستغرب وبيسألها إذا كانت عايزة منه خدمة لأنه مش متعود عليها لطيفة كده، فبتقول له أنا غلطانة، وأول ما بيشيل إيديها بتفتح بقه فبتأكله، وبعدها بتقوم تلبسه المريالة وده لأنهم هياكلوا دلوقتي وبتخاف لحسن هدومه تتوسخ. هو مش المفروض العكس ولا إيه؟ المهم لما بيخلصوا اليوم بيتمشوا سوا، وبوم بتعرفه إنها خلاص وافقت وهتجيب الطلبة يزوروا مكان شغله فبيفرح، وبعدها بيبقى متوتر وبيسألها هو انتي، وقبل ما يكمل الجملة بوم بتقوله معاك حق، وفجأة الدنيا بتنور أكتر ما هي منورة، وابننا بيفهم إنها كده معجبة بيه، والضحكة بتترسم على وشه، ولكن فجأة بتعرفه إنها افتكرته، وبنرجع بالزمن سنة لورا وبنعرف إنها لما جت الريف كانت زعلانة وراحت تشرب في مطعم، وهو كان هناك مع رجالته وشافها بالصدفة وكانت هتقع ولكنه أنقذها وقعد معاها وبيبدأ يسألها عن حياتها، فبتديله واحدة ليه من ساعة ما جيت هنا وكل الناس بتتدخل في حياة كل الناس بطريقة تضايق كل الناس وكده كتير كتير، وحاليا بتعرفه إنها عزمته على الخروجة دي عشان تشكره، وانها كمان لبست نفس اللبس اللي شافها بيه اول مره، وبتديله حلوى شبه اللي اداها، فالابتسامه بتروح من على وشه وبيسالها هي جت هنا ليه اصلا، فبتتصدم وبتفتكر انها لما خرجت من المطعم كانت معديه الشارع ولما شافت عربيه قررت تقف قدامها، لولا ان ابننا بيتدخل على اخر لحظه وبينقذها، فدلوقتي بيسالها هي ليه عملت كده، فبكل عصبيه بتزعق له وبتطلب منه ما يتدخلش في حياتها، ومش معنى انها خرجت معاه كام يوم يبقى في بينهم حاجه ويتجرأ ويسالها عن حياتها، ويفتكر انها مدرسه ابن اخوه مش اكتر وما يكلمهاش تاني وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتطلع تقف قدام الزرعه اللي جايبها وبتقعد تفكر فيه وبتبقى متعصبه منه فبتضربها، والمشكله ان بتبقى في نحله واقفه عليها، واول ما بتشوف بطلتنا بتطلع تجري وراها، فبنتنا بتخاف وبتسيب لها البيت وبتطلع تجري على بره وبتترمي في حضن تشوي اللي بيبقى واقف قدام الباب، فبتعتذر له فبيقول لها مش مشكله استخبي جوه صدر النحله جايه وهوبا بتقرصه من راسه وبتعمل له علامة مميزة، فبنتنا بتاخده على جوه وبتعالجه وبتعتذر له وبتسأله هو جاي ليه، فبيقول لها انه جاي يشكرها عشان ساعدت اخته وبيديها هدية، فبتعرفه انها مش هتقدر تقبل هدية غالية زي دي، فبيتحايل عليها لحد ما بتفتحها وبتكتشف ان دي اكل، وبيسيب لها رقمه وبيعرفها انها هتتصل بيه اول ما تدوقها على طول لان طعمها خطير. وعلى الجانب الاخر جاي مش بيقدر يركز في شغله بعد اللي حصل، وبيحاول اكتر من مرة يكتب لها رسالة اعتذار ولكن مش بيعرف، لحد ما صاحبه الخبير بيتدخل واللي هو ايه ده انتوا بدأتوا تتكلموا ومش قلتلك نصايحي ذهبية، فبيديله واحدة امشي من قدام الساعة دي انا مش طايقك، وبيعرفوا انه مش قادر يشتغل وهياخد النهاردة اجازة. وبالليل بنشوف اساتذة المدرسة وهم متجمعين في صالة للفنون القتالية ومستنيين المدرب الجامد عشان يدربهم، وفجأة بيدخل شاب مفتول العضلات بطلنا يا جماعة احنا حيلتنا حد غيره، وبيبقى اقوى واحد بيدرب في المكان، والمساعد بيعرفوا ان الاساتذة لسه جداد وجايين يتدربوا لان في واحد حشري بيقتحم عليهم المدرسة وبيخوفهم وهم عايزين يضربوه، وطبعا بيبقى قصدهم عليه بس محدش بيقدر ينطق، وسو بتعرفوا انهم هيمشوا لان في واحد قريبها بيموت دلوقتي فيدوبك تلحق الجنازة قبل ما تحصله، ولكن واحد منهم بيرفض ان هو يمشي وبيقرر يتحدى جي وبيعرفوا انه هيكسبه، وحظه بيبقى حلو وده لان ابننا مش بيركز وعمال يفكر في بومه وازاي هيصلحها، وفعلا بيقدر يوقعه كان خلاص هيكسر دراعه لولا ان سو بيجيلها اتصال من بوم، وجي لما بيعرف كده بيشيل الاستاذ وبيرميه بعيد وبيقف يتصنت على المكالمة، وبتبقى بتشتكي لها من النحل اللي عندها في البيت وبتطلب منها حل، فابننا بيضحك. وتاني يوم المدير بيعلن عن المسابقة الرياضية والطلبة بيبدأوا يختاروا هيبقوا في انهي فريق، وسو بتعرف بوم انها لقيت على النت واحد خبير عشان يخلصها من النحل اللي عندها وهيكون قدام بيتها النهارده، فبتفرح وبعدها المدرسين بيطلعوا يختاروا، وبنعرف ان في فريقين واحد ابيض والتاني ازرق، وبعد ما القرعة بتخلص المدرسين اللي في الفريق الازرق بيتخانقوا لان كلهم عواجيز وكده هيخسروا، فسو بتزعقله واللي هو اتكلم عن نفسك انا لسه في عز شبابي، وقبل ما يمسكوا في بعض بيقرروا يحلوا المشكلة.
وبيقرروا إن واحد من الفريق الأبيض ينضم لهم، فبيقترحوا بوم أو بمعنى أصح بيدبسوها وبيدوها الكرة الزرقاء، فبنتنا بتحتار ومش بتبقى عارفة تختار مين فيهم. ولما بتروح بتتغدى وأول ما بتدوق الفراخ اللي تشوي جايبها بتسرح في ذكرياتها، وزي ما قلنا قبل كده دي وجبتها المفضلة اللي كان دايما أبوها بيعملها لها، وبتتأثر وبتقعد تعيط. وبعد كده بتطلع الكارت وبتتصل على تشوي ولكنها بتقفل بسرعة لأن الجرس بيرن. ولما بتطلع بره بتلاقي الراجل اللي هيخلصها من النحل. طب كنتي اتصلت بالشركة الألمانية؟ وبيبان عليه إنه قوي ومش بيتكلم كتير ومركز في شغله وبس. فبتاخده عند الزرعة وبتعرفه إن في واحد مغرور جابها لها وهي حاولت تتخلص منها ولكن فشلت. قررت ما تسقيهاش على أساس تموت وترتاح منها، ولكن فضلت موجودة وكمان جابت نحل وبيقدر يمسك خلية النحل وبيفعصها وبيشاور لها بإيده واللي هو كله تمام ما تقلقيش. ولما بتيجي تحاسبه بيرفض، فبتقول له لا أنا لا يمكن آكل عليك حقك. وبما إنه جامد كده بتقرر تستغله وبتعرفه إن في شجرة تحت مضايقاها وبتطلب منه ينزل يشيلها. فبينزل فعلا وبيبقى راجل مخلص متفاني في عمله، فبتجيب له حاجة ياكلها وبتطلب منه يرتاح شوية ولكنه بيرفض. فبترتاح هي وبتفضل تتفرج عليه وبتقول يا راجل مجتهد بيشتغل في صمت، أنا بحب الناس دي، يا ريتني قابلتك من زمان. وقصاد كل كلمة حلوة الراجل بيتشجع وطاقته بتزيد أكتر وأكتر لحد ما بيجي لها اتصال من تشوي وبيتفقوا يتقابلوا سوا. فالشاب ده بيتعصب لما بيسمع المكالمة لدرجة إنه بيكسر الشجرة جامد وكانت خلاص هتقع عليها، فبيجري ينقذها وبيتكلم. فبتشك فيه وعشان كده بتبص على دراعه وبتشوف الرسمة وبتعرف إن ده جاي وبيبقى مصدوم، وده لأنه عمل كل حاجة عشان ما تكتشفش، وبيعرفها إنه جه هنا عشان يساعدها مش أكتر. فبتحذره ما يتدخلش في حياتها تاني وبتديله الفلوس اللي اتفقوا عليها وبتطلب منه يمشي. فابننا بيعرفها إنه مش متأثر بكلامها وده لأن في ناس كتير يتمنوا مساعدته وهو هيمشي أصلا. وبيشيل الشجرة على كتفه وبيمشي حزين في نص الشارع والناس أصلا خايفة منه. وتاني يوم بتروح تقابل تشوي وبترجع له علبة الأكل وبتعرفه إنها هتعزمه على القهوة دي عشان تشكره. وفي أول الكلام بيكتشفوا إن هما الاتنين بيحبوا نفس المشروب وبيلاحظوا إن في حاجات كتير مشتركة ما بينهم، والخصوصية بتبقى على أعلى مستوى وده لأن جاي قاعد بعيد وبيراقبهم وغيران. وللأسف تشوي بيشوفه فبيقرر يغيظه أكتر، فبيعرف بوم إنه مش هيسألها عن أي حاجة تتعلق بحياتها وده لأنه راجل بيقدر الخصوصية جدا 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 مش زي الناس الحشرية اللي هنا. واخد بالك انت يا إبراهيم؟ قصده عليك. والكلام ده بيعجبها جدا واللي هو كان فينك من زمان. وبعد ما بيسيبها بيرجع سولو وبيدي لابوها صندوقين الاكل وبنعرف ان هو اللي كان طبخه، وطلب من المحامي يوديهولها عشان تاكل وتتغذى وده لانها وحشاهم ومش قادرين يواجهوها بعد اللي حصل. وبنرجع بقى للماضي وبنعرف ان بعد الفضيحه اللي حصلت لها في المدرسه هي جمعت كل الادله وكانت عايزه ترفع قضيه على الراجل ومراته عشان ترد كرامتها، ولكن مامتها رفضت بحجه انها ممثله مشهوره واللي حصل ده هيأثر على سمعتها. فبوم بتروح تتحايل على باباها وبتطلب منه يدعمها ولكن للاسف بيبقى شاكك فيها وبيتخلى عنها. ومن ساعتها قررت تبعد عنهم وما تكلمهمش تاني. ودلوقتي بيبقوا حاسين بالذنب وبيدوا تشوي الأدلة وبيطلبوا منه يرفع قضية باعتبار ان هو محامي شاطر لان دي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي بوم تسامحهم. فبيوافق وبعدها بيرجع الريف، واضح انه غاوي مشاوير والمرة دي في المدرسة عشان يحضر اجتماع اولياء الامور. وبيبقوا هما كمان متقسمين وبيقوم جاي كقائد للفريق الابيض، وطبعا محدش من الحاضرين بيقدر يفتح بقه ما كله خايف. وبيبقى عمل كده لانه في مرة كان في مركز الرعاية وشاف بوم هناك بتطمن على الكلب وكمان بتعرفه انها هتكون في الفريق الابيض، فبيبتسم وبيقرر يكسب المسابقة عشان خاطرها. بينما تشوي بيبقى قائد للفريق الازرق وده لان بوم لما كانت معاه قالت له انها اتدبست تكون في الفريق ده. والرجالة بيطلعوا يسلموا على بعض ولا كأنهم ديوك رومي بيتنافسوا وكل واحد عايز يعلم على التاني. فجاي بيجمع فريقه وبيطلب منهم يكسبوا بأي طريقة وبيبقوا مرعوبين منه وبيبدأوا يتدربوا معاه لحسن يتدرب فيهم. بينما تشوي بيمشي بمبدأ املا بطني تكسب قلبي وبيجيب لهم حلويات غالية ما كلوهاش قبل كده. فالطلبة المفجوعين بينطوا عليها وبيفترسوها كلها، وتشو بيعرفهم ان هما لو كسبوا هياخدهم محل حلويات غالي على حسابه ياكلوا اللي هما عايزينه. وبعد ما بيخلصوا تدريب بيتقابلوا كل فريق بيتوعد للتاني سواء كان الرجالة او حتى الابطال الصغيرين اللي بنشوفهم واقفين على جنب. وجيم بتقول لهان انت خايف لحسن اكسبك وعشان كده جبت عمك، فبيعرفها انه ملوش ذنب وتفاجئ ان هو هنا. فبكل تحدي بتعرفوا انها هتكسبه مهما حصل. وبالليل الابطال بيتقابلوا صدفة في مركز الرعاية وبيبقوا جايين عشان يهتموا بالكلب. وطبعا يا جماعة انا بحب الكلاب فيا ريت عنوان المركز بسرعة، ده انا هروح هناك وهشيله في عينيا. وبيبداوا يوجهوا الكلام لبعض عن طريق الكلب وبيعتذر لها على اللي عمله وكمان بيرجع لها فلوسها وبيعرفها انه اشترك في المسابقة وهيكون في الفريق الابيض وهيكسب عشان خاطرها. وتاني يوم هم بيسأل عمه هو ليه اشترك في المسابقة، فبيقول له عشان خاطرك انت وبوم. فبيقول له يبقى انت كده لازم تخسر يا حلو، وده لانها بقت في الفريق الازرق. فجاي بيستغرب وده لانها كانت ماسكة كرة لونها ابيض. فهم بيعرفوا انها غيرت الفريق
على آخر لحظة، فالابتسامة والطاقة اللي كانت جواه بيختفوا. وعشان كده يوم المسابقة بيعرف الطلبة إنهم مش لازم يكسبوا، وإن أهم حاجة اللمة الحلوة عشان يتبسطوا. فالطلبة بيستغربوا اللي هو أنت ما كنتش كده، إيه اللي حصل لك؟ فبيروح عشان يسلم على تشوي وبيبدأ يديله نصايح ذهبية حرفيا، وبيبقى عايزه يكسب بأي طريقة عشان بوم تبقى فرحانة. ومش مهم كبرياء وقد إيه أنت مضحي، ولكن كل ده بيتغير في لحظة. وده لأن بوم بتوصل وبتخلع الجاكيت وبتعرفهم إن قرارها النهائي تكون في الفريق الأبيض. وللأسف بتخلص الحلقة دي على كده، وفي انتظار باقي الحلقات الملحمية. ولو وصلتوا لهنا تبقوا من متابعيني الأصليين جدا جدا جدا، اللي هيظبطوني ويقدروا تعبي ويحطوا لايك للفيديو يوصلوا ل10,000 لايك. وما تكسلوش يا حبايبي عشان تدعموني، وكمان اشتركوا في القناة، عايزين نكمل ال500,000، ومستنية رأيكم تحت في التعليقات. باي.